خلونا نقول بعد كده دوالي الساقين. دوالي الساقين أنا هقول مجموعة زيوت هتخلط مع بعض كويس جدا، هندهن أماكن الدوالي بالزيوت اللي أنا هقولها، وترفع الساق لمدة ساعتين على الأقل. لو قدرنا ساعتين يبقى كويس جدا، بحيث إن الوريد بيفرغ من الدم اللي فيه، وتبتدي الزيوت تتخلخل في الجدار الوريدي، وتبتدي تعيد ليه تاني القوام أو التماسك بتاعه. يبقى دوالي الساقين زيت خردل 30 جرام. طب استاذنكم اخد الاتصال قبل ما ابدا علشان ما نقطعش تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. والله للاسف الاتصال قطع. طيب يعني يحاول الاتصال مره اخرى. خلونا نكمل تاني الزيوت بتاعتنا. زيت خردل 30 جرام، زيت زيتون 100 جرام، زيت خردل 30 جرام، او خليها 30 مللي علشان العطارين. يعني انا هو مقياس مللي ده سهل جدا، ما هو الصعب، وفي كتير جدا بيوزنوه بالجرام، ولكن ايا كان خلينا نقول بالجرام. زيت خردل 30 مللي، زيت زيتون 100 مللي، زيت نعناع 30 مللي، خل التفاح 100 مللي، عسل نحل 100 جرام. ده بقى ما ينفعش بالملي، عسل نحل 100 جرام، وزيت صنوبر 30 ملي. اقول تاني مجموعة الزيوت: زيت خردل 30 ملي، زيت زيتون 100 ملي، زيت نعناع 30 ملي، خل التفاح 100 ملي، عسل نحل 100 جرام، وزيت صنوبر 30 ملي. نخلط الزيوت دي جيدا مع خل التفاح والعسل، نخلطها كويس جدا جدا بقوة، بحيث ان هي تتماسك وتتناسق مع بعضها وتتجانس، ونبتدي ناخده دهان على أماكن الدوالي صباحا ومساء، مع رفع الساقين لمدة ساعتين لو قدرنا، بحيث ان احنا نقدر نحصل على النتيجة النهائية بالنسبة للمركبات بتاعتنا. بالنسبة للشراب اللي احنا هنتناوله بالنسبة للدوالي: البردقوش 100 جرام، بردقوش 100 جرام، ريحان 100 جرام، ريحان 100 جرام، نعناع 100 جرام، نعناع 100 جرام، حرمل 30 جرام. يبقى بردقوش 100 جرام، وريحان 100 جرام، نعناع 100 جرام، حرمل 30 جرام. هيغلى. نخلط المكونات ديت، هناخد معلقة صغيرة هتغلى وتصفى مثل الشاي 3 مرات يوميا، تغلى وتصفى وتشرب مثل الشاي 3 مرات يوميا. ده بالنسبة لوصفة دوالي الساقين. أتمنى أن اللي كانوا سألوا عليها كتير يكونوا متابعينا ويكونوا نقلوها معنا. ناخد الاتصال معنا.